هندوقها بقى كده مع بعض ونشوف ايه. بس القوام حلو جدا جدا وطريه قوي. والله يا جماعه طعمها حلو جدا جدا، قوامها حلو قوي. هنعملها هنعمل الشربات بتاع الرواني. دول كوبايتين سكر، وزنهم تقريبا 400 جرام. هنحط عليهم 3 كوبايات من الميه. لو مش عندك الكوبايات المعياريه ممكن بأي كوبايه، بس توحدي الكوبايات، توحدي الكوبايه بكل المقادير. هندوب شويه كده من السكر عشان مش هنقلبه هو على النار، وهنرفعه على النار يدوبك يغلي غلوتين او 3 كده، وبعد كده نحط له عصره ليمون ونطفي عليه. معانا بقى المقادير. هنوحد طبعا الكوبايه زي ما قلنا. دي كوبايه دقيق عادي من بتاعنا، وده كوبايه من الدقيق السامولينا اللي بتاع البسبوسه، بس الخام اللي معلوش اي اضافات بنجيبه من عند العطار. ودي كوبايه سكر، ومعايا 3 بيضات، ونص كوبايه زيت يكون دوار الشمس او ذره، ومعايا ربع كوبايه من جوز الهند، ومعايا 2 فانيليا، ومعايا ازازه من الصغيره اللي هي 220 جرام من اللبن الرايب. ممكن نستغنى عنه ونجيب كوبايه برضو بنفس الوزن بس يكون فيها زبادي. هنجيب بقى بوله، هنحط فيها بقى كده البيض، طبعا هنحط عليه على طول الفانيليا، 2 فانيليا باودر او معلقه من الفانيليا السايله، وهنحط السكر معاه، وهنقلب بقى لحد ما السكر يدوب. لازم السكر يدوب كويس قوي. احنا طبعا ممكن نعمله بالمضرب الكهربائي، بس انا قلت اعمله النهارده بالمضرب اليدوي. وهنحط بقى اللبن الرايب عليها، هنقلب حبه حلوين كده لحد ما السكر يدوب. خلاص كده السكر داب معانا. هنزود بقى الزيت، ونضيف دقيق البسبوسه او دقيق السميد، هنضيف بقى هنا البيكنج باودر على الدقيق، هناخد باكو، ننزل بيه على الخليط، واخر حاجه هنحطها ربع كوبايه من جوز الهند، ونقلب. العجينه بتاعت الكيكه دي بتبقى سميكه، يعني مش زي الكيكه العاديه، بس هو ده قوامها المظبوط. اول ما المكونات تتجانس مع بعض خلاص نبطل تقليب. دي الصينيه مقاس 28، دهنها طبعا سمنه. هننزل بقى بالخليط الفرن والع من قبل ما ابتدي اشتغل في الكيكه، يعني بعد ما حطيت الشربات على طول على النار تحت الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط.
احنا مش هنفتح عليها الفرن قبل مرور ربع ساعة، وبعد كده نتابعها بقى لحد ما توصل للون المطلوب. هنفتح كده على الرخامة علشان لو في فراغات هواء كده او حاجة، وعشان تتسوى كمان. هدخلها الفرن بقى، ولما تطلع هوريها لكم. دي طلعت من الفرن اهي، خدت بالظبط نص ساعة، يعني على حسب فرنك وحرارته، ممكن من بعد تلت ساعة تراقبيها. وده الشربات كان خلصان وخد بس هدي شوية من حرارته. حطيت عليه الفانيليا، هننزل بيه كله، المقدار مظبوط. هي بسم الله ما شاء الله يعني بتشرب بسرعة جدا، وده دليل نجاح الكيكة. هنسيبها بقى تبرد خالص، وبعد كده هنقطعها ونقدمها مع بعض. دي شكلها بعد ما بردت. نقطعها بقى. ممكن بقى تزينيها بأي شكل. ده جوز هند، من جوه. بصي السوا كمان من تحت حلو جدا. هي قعدت نص ساعة في الفرن عندي، فتابعيها عشان توصل للون ده، عشان تبقى مستوية كويس جدا. وقوامها ما شاء الله طري جدا جدا، والشربات كافي، كمية كويسة قوي قوي. هندوقها بقى كده مع بعض ونشوف ايه. بس القوام حلو جدا جدا وطرية قوي. والله يا جماعة طعمها حلو جدا جدا، قوامها حلو قوي، وكل حاجة فيها مظبوطة. جربيها وان شاء الله هتدعيلي عليها. اسيبكم بقى في رعاية الله، بس اهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.